السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر في كل مكان، حسن شحاتة عاشق الزمالك. فين السكر؟ أيوه نفس كده، فين السكر؟ ما احناش لاقيين السكر، المواطنين المصريين مش لاقيين السكر. كيلو السكر دلوقتي بقى بالطوابير. المواطن المصري وصل لحالة يعني ربنا يرحمه. ما احناش لاقيين السكر. كيلو السكر بيتباع ب 50 جنيه وب 48 جنيه. ولو في مكان كده بيتباع فيه مثلا ده الحدث، في مكان بيبيع كيلو السكر مدعم ب 27 جنيه و 25 جنيه، بيروح بتبص تلاقي بيبقى الطوابير. بيحصل هنا اشتباكات ما بين المواطنين المصريين علشان كيلو ايه؟ عشان كيلو السكر. وصلنا للدرجه دي ان المواطن المصري متبهدل في كل حاجه. كيلو السكر وصلنا ما احناش عارفين نجيبه، وبيحصل اشتباكات بالايدي والالفاظ ما بين المواطنين المصريين علشان خاطر ايه؟ كيلو السكر. الله يكون في عون المواطنين المصريين. الناشد الساده المسؤولين بنقول لهم اين السكر؟ السكر اللي هو موجود عندنا في بلدنا وبننتجه ما احناش لاقيين. وصلنا لدرجه ان المواطن المصري بيعاني عشان يجيب كيلو السكر. كيلو السكر يوصل 50 جنيه و48 جنيه ليه؟ هو ده اللي يستحقه المواطن المصري؟ بجد الله يكون في عون المواطن المصري والمرأة والمعيلة المصرية. بجد يعني بيعانوا معاناة أشد المعاناة. هم مش عارفين بقى هيلاقوها من أكل وشرب ومن غلاء أسعار ومن إيجار ولا من مصاريف دروس ولا من مواصلات ولا مش عارف إيه. الله يكون في عون بجد المواطن المصري والمرأة المعيلة المصرية. بنناشد السادة المسؤولين، بنناشدكم أين السكر؟ الكيلو السكر لما يوصل 50 جنيه يبقى الله يكون في عون المواطن المصري. اما يوصل 48 جنيه يبقى في حاجه غلط. اما يحصل اشتباكات ما بين المواطنين المصريين يبقى في حاجه غلط. اين انتم يا ايها الساده المسؤولين؟ من المواطنين المصريين الناس البسطاء يوصل كيلو السكر 50 جنيه و 48 جنيه ليه؟ الناس كانت متعشمه فيكم ومتوصمه فيكم خير، انكم هتيجوا وتعملوا وتوصلوا من حاجه والحاجه ام 100 تبقى ب 20 ومش عارف ايه. لا الحاجه زادت، مش عارفين هل هي من السكر ولا من الرز ولا من البطاطس ولا من الدواجن ولا من اللحوم ولا من جميع يعني جميع الحاجات. المواطنين المصريين بيعانوا بجد، بيعانوا. عاوزين حد يحس بينا. اما كيلو السكر يوصل 50 جنيه و48 جنيه المواطن المصري هيعمل ايه؟ بجد الناس الله يكون في عونها. بنناشد الساده المسؤولين بنقول لهم اين السكر؟ ولا عارفين نجيب سكر ولا عارفين. وكرتونه البيض توصل 145 جنيه و140 جنيه و135 جنيه كرتونه البيض. الفرخه مش عارف بكام. كيلو البطاطس ده يعني الناس مش عارفه. كيلو الرز. يا جماعه بجد عاوزين حد يحس بينا. المواطنين المصريين بيعانوا. الله يكون في عون المواطن المصري والمرأة المعيلة المصرية، بيعانوا أشد المعاناة. ولا لاقيين السكر ولا الرز ولا البصل، والدنيا كلها بقت غلاء في غلاء. ما احناش عارفين الناس هتعمل ايه يا جماعة؟ بجد فين الرقابة وفين؟ السكر ده بيتعمل عندنا وبننتجه عندنا، يغلى ليه؟ ومش لا ده بنزين غالي، كل حاجه رفع. ده مش عارفه ده سولار غالي، كل حاجه رفع. ده مش عارفه كله بيستغل، كله عمال يدوس على بعض. مين اللي بيعاني هنا؟ المواطن المصري البسيط والمراه المعيله المصريه. الله يكون في عون المواطن المصري البسيط والمراه المعيله المصريه. الناس دي هتلاقيها من غلاء اسعار ولا من دروس ولا من ايجار ولا من مواصلات ولا من ايه يا جماعه؟ بنناشد الساده المسؤولين حسوا بينا، ارحمونا يرحمكم ربنا. فين السكر؟ اما كيلو السكر يوصل 50 جنيه و48 جنيه والناس مش عارفه تجيبه. المواطن المصري بيعاني اشد المعاناه. يا رب عاوزين حد يحس بينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته عاشق الزمالك. فين السكر؟